مش معنى ان انت في العشرينات من سنك ما عملتش البيزنس بتاعك وعملت ال10 مليون بتوعك في سن العشرينات يبقى انت كده محتاج تشوف كلبك لا مش محتاج. عادي، انت شخص عادي وممكن تكون ناجح برضو في الشغلانه اللي انت شغالها. يعني ده معناه، عشان ما تفهمش كلامي غلط، ده معناه ان انت ما تسعاش ان انت مثلا تفتح بيزنس بتاعك تشتغل، ما تشتغلش عند حد، اللي هي من 9 to 5 اللي بيقولوا عليها من 9 to 5. ده معناه كده انا بقول لك ما تعملش كده؟ طبعا اعمل وبشجعك جدا. بس لو ما عرفتش توصل في سن العشرينات، او انت حابب الشغلانه اللي انت شغالها بمرتب ثابت، كمل يا معلم. انت كده مش ناقصك حاجه، يعني مش لازم تكون بيزنس مان انتربرينور. انا بمشي الناس تحتيه والناس شغاله تحتيه. ما انت لو كل ال8 مليار فكروا كده، مين هيشتغل عندهم؟ يعني انت كلهم بقت اصحاب بيزنس، طب مين اللي في البيزنس تحت اللي شغال؟ فهي انت مش لازم تكون صاحب بيزنس عشان تبقى ناجح. كل واحد يقدر ينجح في المجال بتاعه. تقدر تبقى مدرس ناجح، تقدر تبقى دكتور ناجح، تقدر تبقى مهندس ناجح. دلوقتي السوشيال ميديا هيقت لك ان لا يا معلم، الكليه دي ملهاش لازمه، والدكاتره دول مالهمش لازمه وبيقبضوا ملاليم في الاخر. الدكاتره مين اللي بيقبضوا ملاليم يا عم؟ المهندسين دول بيقبضوا ملاليم في الاخر. لا، انت لو اشتغلت صح وحابب المجال اللي انت شغال فيه، انت ممكن تكون موظف بس بتقبض كتير جدا. ده لو افترضنا ان انت بتقيسها في حته فلوس بس، يعني في حته ماني بس، فانت تقدر برضه تقبض كموظف ب فلوس كتير. بس انا بكلمك بعقليه واحد، عقليه واحد نفسه يفتح بدل البيزنس 10 بيزنسز، وبدل ما يشتغل موظف يشتغل هو ايه، صاحب البيزنس بتاعه، انا اللي مشغل تحتيه. انا بكلمك انا كده. بس في ناس ممكن ما تكونش كده، عقليتها مش كده. هل انت كده مش ناجح؟ هل انت كده ناقص؟ هل انت كده شخصيه محتاج تشتغل على نفسك؟ لا يا معلم، انت مش لازم تكون كده. مش لازم. السوشيال ميديا هيقت لك ان انت لازم تبقى كده، لازم ابقى صاحب بيزنس، لازم افتح المشروع بتاعي، لازم اعمل. لا، عرفت، والله كتر الف خيرك، يعني حاجه كويسه مش حاجه وحشه، بشجعك. ما عرفتش، مش لازم، مش عايز، مش لازم. المهم بس تكون ناجح في حته معينه، ما تبقاش قاعد على المؤاخذه توتتك، قاعد ماسك التليفون وخلاص. لا يعني اعمل حاجه، بس مش لازم تفتح بيزنس، مش هو ده الاساس.